السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال أولى إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض محافظة أسيوط رقم 18. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1: من هو زعيم مصري أسس الحزب الوطني؟ السؤال ده يا حبايبي بيتكرر كتير جدا في الامتحانات. اللي هيحل امتحان المحافظات كلها بأمر الله حتى لو مش مذاكر المنهج كويس هيدخل وهو مقفل المادة، لأنه تعرض لجميع الأفكار وجميع الأسئلة ولم المنهج من خلال حل الامتحانات. زعيم مصري أسس الحزب الوطني هو مين؟ مصطفى كامل. لم يهتم بالكشوف الجغرافية إلا أن التجارة نشطت في عهده بين السودان والدول المجاورة. ومين هو؟ عباس باشا الأول. عباس باشا الأول أول رئيس بجمهورية جنوب أفريقيا من السكان الأصليين هو مين؟ نيلسون مانديلا. وعايزة أقول لكم إن نيلسون مانديلا كشخصية مهمة جدا، بيجي عليها في كل امتحان، لازم يجي عليها سؤال. نيلسون مانديلا مهم جدا، بيجي عليه سؤال في كل محافظة. ما العلاقة بين الموقع الفلكي لقارة إفريقيا والطاقة الشمسية؟ برضو السؤال ده اتكرر قبل كده. حيث أدى الموقع الفلكي لقارة إفريقيا إلى تلقيها معدلات إشعاع شمسي مرتفعة سنويا. السؤال ده قلت لكم مهم وبيتكرر كتير. ما العلاقة بين الأمراض في إفريقيا والخدمات الصحية؟ برضو من الأسئلة اللي اتكررت. هقول ايه يا أبطال؟ حيث تعاني قارة إفريقيا من انتشار بعض الأمراض بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحية بالقارة. ومن هذه الأمراض مرض الملاريا، مرض النوم، مرض الإيدز، مرض السرطان، أمراض سوء التغذية، مرض السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية. يبقى احنا يا أبطال كده النهاردة في امتحان محافظة أسيوط حلينا 3 نقط هنا وفي نقطتين ما العلاقة، يعني 5 نقط بس في أول الامتحان، والخمس نقط دول اتكرروا في الامتحانات المحافظات كلها. يعني انت لو بتحل الامتحانات بأمر الله هتقفل المادة بتاعتك، والكلام ده في كل مادة مش في مادة الدراسات بس. 2: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ارتبطت الموسيقى منذ القدم بالطقوس الدينية في إفريقيا. العبارة صحيحة برضو. مقرر. يمثل الجراد الصحراوي تهديدا للنشاط الزراعي في قارة إفريقيا. العبارة صحيحة برضو. مقرر ومهم، يعني معنى كده ان الأسئلة ديت جت في الامتحانات، يعني بتتكرر كتير، يعني أركز عليها. يعد تجمع الكوميسا أكبر تكتل اقتصادي في إفريقيا. العبارة خطأ. الكوميسا يا أبطال هو ايه؟ تاني أكبر تكتل اقتصادي. يبقى الكوميسا هو ايه؟ تاني أكبر تكتل اقتصادي، ده في حالة لو هو طالب تصحيح العبارة. بنخلي بالنا ان برضو من الأسئلة اللي بتتكرر كتير ان هي مقر الكوميسا هي دولة زامبيا. يعد النقل الجوي من أقدم وسائل النقل وأرخصها بقارة إفريقيا. برضو من الأسئلة المكررة، دايما بيجي سؤال يا إما النقل الجوي أو النقل النهري، بس الأكتر بيجي على النقل النهري. فهقول العبارة خطأ وتصحيحها إن النقل النهري هو أقدم وسائل النقل وأرخصها بقارة إفريقيا. ب: ما المقصود بتجارة الرقيق؟ تجارة الرقيق هي ايه حبايبي؟ عملية بيع وشراء مين؟ البشر كعبيد، واستغلالهم في العمل الإجباري وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم. دلل: تشكل الأمطار تهديدا للنشاط الزراعي في إفريقيا. برضو من الأسئلة المكررة، ودايما النشاط الزراعي، مشاكل النشاط الزراعي من النقط المهمة اللي بتتكرر برضو كتير في الامتحانات. حيث أن سقوط الأمطار الغزيرة تؤدي إلى حدوث الفيضانات القوية ممن ينتج عنها تجريف التربة وتدمير المحاصيل، وبالتالي تنخفض الإنتاجية الزراعية. أمامك خريطة لقارة إفريقيا. برقم 1 على الخريطة المحيط. محيط إيه في شرق القارة؟ شرق قارة إفريقيا هو المحيط الهندي. 2: دولة تشتهر بإنتاج القطن طويل التيلة. 2 بيشير لدولة مصر.
أولى دول إفريقيا في إنتاج الأسماك من المصايد الطبيعية هي دولة المغرب. طب لو قال المزارع السمكية يبقى دولة مصر. برضو النقطة دي بتتكرر كتير. المغرب هي الأولى في إنتاج السمك من المصايد الطبيعية، ومصر هي الأولى في إنتاج السمك من المزارع السمكية. بما تفسر مشاركة محمد فريد في عديد من المؤتمرات الدولية. تقريبا يا حبايبي الامتحان ده كله مكرر، كل الأسئلة دي اتكررت في الامتحانات. هنقول شرح القضية المصرية والمطالبة بإنهاء الاحتلال البريطاني عن مصر. ندرة السكان في المناطق الصحراوية في قارة إفريقيا بسبب ندرة المياه العذبة والظروف المناخية السيئة. اختر أحد المقومات البشرية للنشاط التعديني هي وسائل النقل. المدينة التي جعلها محمد علي مقرا لحكم دار السودان هي الخرطوم. من الدول التي سجلت أعلى معدلات الوفيات في إفريقيا احنا عندنا مين؟ نيجيريا وتشاد ولوسوتو. هنا موجود في الاختيارات مين؟ نيجيريا. ارتبطت المرحلة الثانية من الاستعمار الأوروبي لإفريقيا باكتشاف المرحلة الثانية كانت اكتشاف آلة البخار. ما النتائج المترتبة على معاهدة لندن؟ برضو من الأسئلة المهمة واللي بتيجي كتير. معاهدة لندن 1840. أول حبايبي أدى ذلك إلى تخلي محمد علي عن معظم الأراضي التي حكمها خارج مصر. زيادة الهجرة غير الشرعية من قارة إفريقيا إلى قارة أوروبا. أثر ذلك سلبا على استقرار وأمن الدول.